السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا رانيا رجعت لكم بوصفة جديدة، وصفة حبيبي الكثير او عاشق الملايين، يعني الكشري المصراوي اللي بيجي لنا كتير من بره علشانه. اول حاجة كنت ناقعة الحمص والعدس من بالليل. العدس بديله غلوة الاول قبل ما اضيفه على الرز عشان ينزل المية الحمراء اللي فيه، والحمص بسيبه برضو يستوي على النار. في حلة عندي فيها معلقتين زيت، نزلت بكوباية الشعرية بتاعتي او كمية الشعرية اللي انا هنزل بيها. وبهدي عليها النار، مش بخلي النار عالية علشان ما تتحرقش مني وتلسع بسرعة. عندي هنا في حلة نزلت بكمية الطماطم اللي عندي، وعليها قرنين 3 فلفل حار، وعليها 3 4 فصوص توم. هنا بديل بقى الشطة بزيت والكلام من ده، لان مش بفضلها خالص لان بيبقى فيها كمية زيت كبيرة. عندي هنا الشعرية اخدت لون، نزلت بكوباية الرز اللي عندي برضو. يعني انا بحاول يبقى كوبايه الرز اقل من الشعريه علشان الرز ما يبقاش كتير، ويبقى انا حاسه بطعم الشعريه وطعم الرز. الحاجه اللي بنزل بيها بفضل اقلبها الاول تقليبه كويسه كده عشان الزيت يغلفها من بره كده، وتبقى يعني مفرفره معايا كده وانا بغرفها، مش الحبوب ماسكه في بعضها. بنزل عليها بكميه الميه اللي عندي، يا دوب بس بتغطيها علشان انا مش عايزاه طري او معجن، لا انا بغطي بس بغطيهم بس بالميه، وبضيف ملح وكمون مش اكتر من كده، وبسيبهم على النار براحتهم خالص. عندي هنا ميه حطها على النار للمكرونه، حاطه فيها ملح ومعلقه زيت، معلقه زيت برضو عشان المكرونه تطلع يعني مفرفره كده، ما تطلعش ماسكه في بعضها. هنا في ميه المكرونه عادي ممكن احط زيت، انما لو هحط صوص او صلصه طماطم او كلام من ده لا، مش محبه بالزيت، لان الزيت بيزحلق المكرونه، ما بيخليهاش الصلصه تمسك فيها. عندي هنا على النار بعد ما سلقت المكرونه معلقه زيت، هحط عليها شوية كمون وحاجة اسمها حباش مشكل أو بهارات مشكلة، عبارة عن ملح وكمون وشطة وكزبرة وشاملة كل حاجة. لا، بقلبهم كويس جدا لحد ما الزيت يسخن وريحتهم تطلع، وببدأ أنزل عليهم بالمكرونة، وبقلبهم تقليبة حلوة كده علشان الزيت يغلف المكرونة كويس جدا والكمون، واحس بكل البهارات والزيت بتاعي، علشان الزيت لما يغلف معايا المكرونة مش هيخليها تمسك في بعضها واجي اغرفها الاقيها كتلة واحدة، لا، اما اجي اغرفها الاقي كل المكرونايه بوحدتها كده مفرفرة، ما فيش حاجة ماسكة في التانية، وبيديني اللمعة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي. احنا ما استخدمناش كمية زيوت كبيرة، لان احنا بنحاول يعني تبقى الحاجة كويسة وما فيهاش زيوت. زي ما انتوا شايفين الطماطم بتاعتي ده بتدوب خلاص، هاند بلندر في الكبة زي ما انتوا عايزين بضربها وبنزل بيها، يبقى ده من غير اي اضافه طماطم. بفضل اضيف لها واحده واحده طماطم لحد ما توصل للقوام اللي انا عايزاه، اللي انتوا شايفينه ده، مش تقيل ومش خفيف، بس يبقى يعني ايه، اقدر اتحكم فيه واغرفه كده في الاطباق. حطيت كمون وملح وبابريكا بس عشان اللون بتاعي يبقى احمر وحلو كده، مش اكتر من كده. وبسيبها بس لحد ما تبدأ زي ما انتم شايفين يعني ايه، تبدأ تغلي كده علشان الطماطم اللي انا ضفتها. وخلاص هي كده خلاص تمام جاهزة معايا. في ناس بتحبها اخف من كده، اتحكمي في القوام اللي انت عايزاه. عندي هنا بقى انا هعمله بالكبدة. عندي هنا طاسة او قلاية او اي حاجة فيها معلقة زيت، وبنزل ببصل متقطع صغير زي ما انت شايفة، بديله تشويحه كده لحد ما يدبل معايا، مش بديله لون، بديله بس تشويحه زي ما انت شايفه كده. وبعدين بنزل عليه بالكبده. الكبده عندي هنا كبده فراخ، مش بتاخد وقت خالص. بضيف عليه ملح وفلفل وكمون مش اكتر من كده، ومعلقه بس بابريكا صغيره علشان لونها ما يبقاش يعني ساده كده. البصل بتاعي بقى اللي هحمره، عندك مكنه شيبسي اعملي، هتقدري تتحكمي فيه وتقطعيه صغير براحتك. يعني انا هنا بعمل لك حاجه كده في الابتدائي خالص، علشان لو ما عندكيش مكنه شيبسي او لو ما عندكيش قطاعه او اي حاجه، حاجه رفيع خالص كده على قد ما تقدري تتحكمي فيه علشان يبقى مقرمش معايا، لان كل ما تقطع تخين كل ما بقى طري وما بيقرمش. رفعي هنا بعد ما خلصت الكميه، لو انت شايفه ان في ميه نشفيه بمنديل، انا كان معايا ناشف جدا. هغلفه بمعلقه نشا، انا بحب النشا اكتر عن الدقيق، النشا بتخليه كريسبي معايا اكتر. هنا معايا كنت بختبر الزيت زي ما انت شايفة، خلاص الزيت سخن وحمي معايا اللي انا عايزاه. هنا هبدأ انزل البصل بتاعي، زي ما انت شايفة الزيت سخن معايا. اول ما هنزل البصل مش هوطي ومش هسيبه عالي، نار متوسطة، لاني عايزاه يتحمر ويقرمش، مش يستوي من بره ومن جوه لسه طري. ايدي فيه كده زي ما انت شايفة لحد ما يبدأ ياخد لون زي ما انت شايفة كده. بطلعه بالراحة على مصفى او حاجة عشان
انفض منه الزيت كويس، ما يبقاش شارب معايا زيت. انا بفضل اطلعه في على مصفى او على شبكة او على حاجة علشان يفضل مقرمش. المنديل بحسه بيخليه طري. هنا ابدا اغرف معايا. هنا زي ما انت عايزة التقديم ده حاجة بتاعتك، انا بس يعني عاملة حاجة ابتدائية كده. التقديم ده بتاعك، حطيت طبقة من الرز وطبقة من المكرونة، الطبق ده انا هعمله بالكبدة. يعني دي حاجة ترجع لك زي ما انت شايفة كده. الحمص بتاعي كان استوى وقشرته، لان بيبقى عليه طبقة صغيرة جدا زي طبقة الترمس كده، يا ريت ناخد بالنا منها لان في ناس كتير مننا ما نعرفهاش. هنا انا عاملة الطبق ده بالكبدة، يعني بوريكي شكل ابتدائي او شكل افتراضي طبعا، زي اللي احنا بنشوفه في المطاعم او في محلات الكشري. حاجة كده بروفيشنال شوية. التقديم دي حاجة بتاعتك، واحلى حاجة ان احنا بنعمله في البيت ان انت بتتحكمي في الكمية اللي ولادك بيحبوها، رز كتير، مكرونة قليلة، زي ما انت حابة.